في شمال سيناء ده بالرشاشات. محمد بديع بالمناسبة، ده محمد بديع. دي الصورة ده فيديو ولا صورة؟ ده فيديو محمد بديع. ده لايف بالمناسبة، يعني ده مباشر خاص دلوقتي، خاص لأون تي في. ده الدكتور محمد بديع مرشد تنظيم الإخوان في حراسة الأمن في مكان ما قد يكون مكانا آمنا. فاللي احنا بنقوله انه زي ما احنا بنقوله بنكرر بدل المره 500 قد يكون في مكانا امنا او في مكان امن. هذا الرجل يعني من الواضح انه ما فيش على وشه اي اثار للاصابات او لغيره. ايضا من الواضح ان هو كان مقدمه اليه ميه وعصير، يعني هو بيعامل معامله انسانيه محترمه. اللهم لا شماته، ولكن كل اقدر اقوله انه للشعب المصري هو اللهم لا شماته، ولكن مبروك في تساقط قاده الارهاب اللي بيمارسوا التخطيط للإرهاب في داخل هذا الوطن. ربنا يحفظنا جميعا. لقطات خاصة لقناة اون تي في، ده فيديو حصرية لأون تي في، و ده كبير. ده كبير على رأي واحد كاتب لي على اللهم لا شماتة فعلا. واحد كاتب لي على تويتر قبضوا على الزغلول الكبير. ده مش زغلول بقى، ده القائد تنظيم الإخوان. هذا التنظيم الذي يمارس كل هذه العمليات الإرهابية، هذا التنظيم المسؤول عن كل المصريين اللي بيموتوا فيه على مدار الأشهر اللي فاتت. ده محمد بديع مرشد الإخوان. يا حسين يا أبو ضيف، ده اللي حرض على قتلك. ده مرشد الإخوان يا جيكا اللي حرض على قتلك. ده مرشد الإخوان يا كريستي اللي حرض على قتلك. ده مرشد الإخوان يا كل واحد اتصاب واتقتل. ده مرشد الإخوان اللي حرض على الجيش. ده مرشد الإخوان اللي حرض على الوطن واستهداف الوطن. ده مرشد الإخوان الذي كان ملازما لسيد قطب في قضية تنظيم 65. ده اللي اتعلم من سيد قطب رأسا كيفية تكفير المجتمع. ده محمد بديع الذي لا يرى أن هناك وطنا ولا حدود، وأن وطن الوحيد هو هذه الجماعة. ده المرشد الحالي لتنظيم الإخوان، هذا التنظيم الإرهابي. احنا معانا على التليفون سيادة اللواء محمد عثمان، عبد الفتاح عثمان، أنا آسف. سيادة اللواء أهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك. يا اهلا وسهلا. اهلا بسيادتك سياده اللواء. اولا احنا نهنيكم على الجهد المبذول الواضح جدا، وعلى انه ازاي انتوا تغامروا بانفسكم